كل اللي بيسمع مدارس ستيم اول حاجه بيقولها ضغط، مشاريع، صعوبه. ولو تابعت السلسله فاكيد سمعت الكلام ده مني قبل كده. بس السؤال حقيقي، هل دي كل الصوره؟ هل حد قالك ان المدرسه دي ممكن تغير شخصيتك، انك تتعلم فيها حاجات مش هتشوفها في اي مدرسه تانية؟ النهارده هقولك ليه رغم كل التحديات الاف الطلاب بيتمنوا انهم يدخلوا ستيم. في الفيديو ده هحكي لك عن المميزات اللي فعلا فرقت معايا واللي ممكن تغير مستقبلك بالكامل. تخيل بس مدرسه حكوميه انت اللي بتذاكر فيها لوحدك، ومع كده بتوديك لمنحه بره مصر. خليك معايا لان اللي هقوله مش ممكن بس يغير فكرتك عن ستيم، لا، ده ممكن يغير قرارك كله. اول حاجه لازم تعرفها، التعليم هنا مختلف تماما عن اي مدرسه انت دخلتها قبل كده. مفيش حفظ، مفيش كتاب تمشي عليه من اول السنه لاخرها. في حاجه اسمها LO او Learning Outcome، ودي بتعتمد على الفهم مش على الحفظ، وشرحناها في الفيديو اللي فات. هو في مواد فيها بصمجه طبعا زي الجيولوجيا وما الى ذلك، بس الاساس عندنا هو الفهم مش الحفظ. يعني بدل ما المدرس يقول لك احفظ القانون ده، هيقول لك فهمت ليه القانون ده بيتطبق بالطريقه دي، وهكذا. وده بيغير طريقة تفكيرك، بيخليك تحل وتفكر بنفسك مش تستنى الإجابة تجيلك. التعليم هنا بيجهزك للجامعة مش بس للامتحان بتاع آخر السنة. وأحلى حاجة في ده كله إنك بتعتمد على نفسك، وده بيخليك تطور شخصيتك وتتعلم حاجات عمرك ما كنت متخيل. أنا مثلا أول مرة أفتح باوربوينت في حياتي كانت في ستيم، وأول مرة أتعلم الأكاديميك رايتنج في الإنجليش برضه كانت في ستيم، وحاجات تاني أكتر من كده زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات. وجود أكتر من طريقة مذاكرة تعتبر نقطة ضعف ونقطة قوة في الوقت ذاته، بس مين اللي بيحدد ده؟ انت. والدراسة هنا بالكامل بتكون بالانجليزي. في الاول هتحسها صعبة، بس لما تتعود صدقني هتشكر الانجليزي ده بعدين. وموضوع الانجليزي ده اتسألت فيه كتير في التعليقات، هل اقدر اتعود؟ ولو انا جاي من مدرسة حكومي هفهم الانجليزي وكده ولا لا؟ بص يا عزيزي المتابع، الموضوع بيفرق من شخص للتاني، فعلى حسب مستوى كل شخص كان جاي من الاعدادي مستوى الانجليزي بتاعه ايه بيفرق معاه بعد كده في ستيم. بس بشكل عام اغلب الاشخاص اللي هيدخلوا ستيم على الاقل هيعانوا من الانجليزي في الاول ولو بشيء بسيط، بس بالكتير الواحد هياخد مثلا اسبوعين، شهر، بالكتير قوي شهر ونص، شهرين، اللي هو لحد فتره الميد ترم. بعد كده هيكون خلاص اتعود على الانجليزي بشكل كامل. عزيزي المتابع، انت بعد اول شهر ليك في المدرسه تقريبا هتمتحن اول جورنال. الجورنال ده انا شرحته في اول فيديو، امتحان بتمتحنه بالكامل بالانجليزي. انت بتجاوب على سؤال بتكتب فيه من 150 ل 250 كلمه كله من انجليزي، ده كله بعد شهر واحد من دخولك المدرسه. فانت كده كده الانجليزي هتتعود عليه بعد مده. صدقني الانجليزي ده مش نقطه ضعف، بالعكس هتتعود عليه لوحده. وبسبب نظامنا الغريب ده هتتعلم مهاره يمكن تكون اهم من اي حاجه، وهي ازاي تعمل سيرش صح وتجيب المعلومه من مصدر موثوق من غير ما تقعد تسال كل الناس اللي حواليك. ستوب، قبل ما اكمل حابب بس اشكركم على التفاعل الخرافي في الفيديوهات اللي فاتت. اشكركم من اعماق قلبي. تعليقاتكم المحفزه دي بجد هي اللي بتخليني استمر وبتديني الدافع ان انا اكمل فيديوهات، فشكرا ليكم. بس نكمل الفيديو. واحده من اقوى مميزات ستيم هي المشاريع. كل ترم بتعمل مشروع في مجموعات، والمشروع ده ما بيكونش فكره عشوائيه كده وخلاص، لا، لازم يكون ليه علاقه بالواقع وبيحل مشكله حقيقيه، مشكله مصر بتواجهها فعلا. يعني مثلا الترم الاول كان مشروعنا ان احنا نبني كوبري بيسمح بعبور العربيات فوق الميه، بس في الوقت نفسه بيفتح بحيث انه يسمح بعبور السفن كذلك من خلال الكوبري. الموضوع كان بيحل مشاكل زي التصحر، قلة وسائل النقل، التلوث، وحاجات تانية كتير. طب وفي الترم الثاني كان مطلوب مننا اننا ننتج كهرباء من مصدر طاقة غير تقليدي، من مصدر مصر مش متعودة تنتج طاقة منه. يعني على سبيل المثال مصر اكتر حاجة معروف انها بتنتج كهرباء منها السد العالي، فاحنا كان مطلوب مننا ان احنا ننتج كهرباء بطريقة تانية بس ما تكونش سد او هكذا. يعني ففريقي عمل مدخنة شمسية او سولار شيمني بتنتج كهرباء من حرارة الشمس وحركة الرياح مع بعض، واللي كان بيحل مشاكل زي قلة مصادر الطاقة، وكان بيستغل مناخ مصر اللي اغلب الاوقات تكون الحرارة فيه عالية والرياح فيه شديدة. كل ده بيخليك تتعلم ازاي تشتغل في فريق وتفكر بابداع وتدور على حلول بنفسك، مش تستنى الحل يجي لحد عندك. وده لسه طبعا غير البورتفوليو والبوستر والجورنال، كل الحاجات اللي بنكتبها على اللابتوب دي بتطور الانجليزي بتاعك بشكل رهيب، سواء جرامر او فوكابلري او اي حاجة. ده انت كمان بتتعلم ازاي تكتب كتابة علمية، الاكاديميك رايتنج، وده مش هيفيدك بس في المدرسة، ده حتى في الكلية وبعدها كمان. كل الحاجات دي بتخليك مختلف عن اي طالب تاني. المشاريع دي فعلا من اهم الحاجات اللي بتميز طالب ستيم، لانك بتخرج منها ومعاك مهارات مش اي حد يقدر يكتسبها، ومش بسهولة يقدر يكتسبها اصلا.
في ستيم كل اللي حواليك طلاب متفوقين، وده بيدي طاقة قوية فعلا. هتلاقي ناس بتحب تتعلم، وناس بتذاكر بطرق غريبة بس فعالة، وناس عندهم نفس الطموح بتاعك. البيئة نفسها بتشدك وبتخليك دايما عايز تطور نفسك، مش عشان تتفوق على حد، لا، عشان ما تفضلش واقف في مكانك وسط كل الناس اللي بتتحرك حواليك دي. طب يا احمد، ما انت قلت في الفيديو اللي فات ان وجودك وسط طلاب متفوقين بيخليك تحس انك اقل منهم، مش كده؟ ايوه يا صاحبي، قلت كده فعلا، بس في الاخر قلت حل المشكله دي انك تقارن نفسك بنفسك مش باللي حواليك. الفكره مش انك تتوقف عن التاثر بالناس، لكن انك تغبطهم مش تحسدهم. يعني تتمنى يكون عندك اللي عندهم من غير ما تتمنى زوال اللي عنده. والحقيقه انك لما تلاقي كل اللي حواليك بيذاكروا وبيشتغلوا على نفسهم، انت غصب عنك هتتحرك من مكانك. يعني على سبيل المثال، شفت واحد صاحبك جايب في امتحان مثلا 20 من 20 وانت كنت جايب 17 من 20، بيكون من جواك كده ضيق في النفس، بتكون حاسس انك عايز تجيب ال 20 من 20 دي، عايز تتفوق وعايز تذاكر وتشد حيلك عشان تجيب ال 20 من 20 دي زيه. هو ده قصدي، انك تتنافس مع اللي حواليك تنافس ايجابي مش تنافس سلبي. وعلم النفس ذات نفسه بيقول لك كده، بيقول لك ان وجودك وسط اشخاص متفوقين بيزيد انتاجيتك، يعني حتى لو مش حاسس بيها هتشدك غصب عنك. والكلام ده بجد انا مجربه بنفسي، مش بحكيه وخلاص. علم النفس جيم رون بيقول لك يا صديقي، you're the average of the 5 people you spend the most time with. انت متوسط الاشخاص الخمسه الاقرب اليك. ده بيقول لك الخمسه، انت ما بالك لما تكون وسط دفعه من 60 واحد كلهم بقى ما شاء الله عليهم متفوقين وجايين من اعدادي بمهارات عاليه. الحاجه دي لازم هتخليك دايما بتدور على تطوير نفسك. بس خد بالك، الوجود مع المتفوقين ممكن يكون سلاح ذو حدين. لو استخدمته صح هتتطور، لكن لو تمديت فيه هتوصل لمرحله انك مش قادر تتقبل ان في حد احسن منك، وده غلط. خلي المقارنه دي منافسه شريفه، منافسه تخليك لما تبص لنفسك بعد فتره تقول انا اتطورت، انا راضي عن نفسي وعن اللي وصلت له. بس عامه لو طبقت اللي قلته لك من شويه ده صح، انت ساعتها مش هتكون بس نجحت، ده انت كمان هتكون حاولت واحده من اكبر المشاكل والتحديات اللي بتواجه الطلاب في ستيم، الا وهي المقارنه، الى نقطه قوه في صالحك. نظام ستيم مش بس بيفتح لك باب الجامعة، ده بيفتح لك كمان طريق السفر، سواء بمنح دراسية أو مسابقات أو حتى بعثات علمية. في طلاب سافروا أمريكا وكندا وأوروبا عشان المشاريع اللي اشتغلوا عليها أو أبحاث شاركوا بيها في مسابقات كبيرة. يعني حرفيا ستيم ممكن تكون بوابتك للعالم. أنا مثلا عندي أصحاب في دفعتي ما شاء الله عليهم قدموا في مسابقة وصعدوا فيها وهيسافروا ماليزيا دلوقتي عشان يصفوا هناك. طب يا أحمد، ما أنت قلت في الفيديو الأولاني إن المنح في ستيم ما عادتش زي زمان، مش كده؟ أيوة يا صاحبي، أنا قلت كده، بس خليك فاكر أنا قلت المنح قلت مش اختفت. المنح لسه موجودة بس بشكل أقل من زمان، من ساعة ما ستيم سابت النظام الأمريكي. لكن اللي زاد فعلا هو المسابقات. يعني ايه؟ يعني ممكن تشارك في مسابقة وتسافر تصفي فيها، مش انك تدرس بره، لا، انك تصفي في المسابقه دي. وده فرق كبير لازم تفهم. مش اي سفر بره مصر يبقى لازم عشان دراسه. وعلشان تكون فاهم حجم الفرص، في طلاب في سنه تانية ما شاء الله عليهم برضو دخلوا مسابقه وطلعوا من المراكز الاولانيه فيها، وما شاء الله اخدوا 20,000 جنيه مصري. حرفيا ستيم بتوفر لك فرص حقيقيه تبني بيها سي في قوي، سواء للتقديم على كليات او منح بعد كده، او حتى لو حبيت تطور السي في اكتر. بس الشيء الاكيد انه السي في بتاعك ده مش هيكون سي في عادي. غير كده انت بتخرج من المدرسه وانت عندك سكيلز ناس في جامعه لسه ما اكتسبوهاش، زي البحث العلمي والكتابه الاكاديميه والعرض التقديمي والشغل الجماعي. وطبعا لسه في حاجات اكتر من كده، بس مش عايز الفيديو يطول عليكم. ولو حابين اعمل فيديو مخصوص عن المنح والمسابقات وازاي تشارك فيها وتستفيد منها، قولوا لي في التعليقات عشان اعرف رايك. في ستيم محدش هيجري وراك، مفيش مدرس هيقول لك ذاكرت، خلصت الواجب، ليه ما عملتش، وهكذا. انت هنا المسؤول الاول، ويمكن تكون المسؤول الوحيد عن يومك. طبعا عادي تاخد مساعده من اصحابك، حد يراجع معاك يفكرك انت ذاكرت ولا لا وكده، بس في النهايه انت اللي بتقرر وقتك بيمشي ازاي، وما ينفعش تفضل مستني حد يجي يحركك. الموضوع ده في البداية ممكن يبقى تحدي كبير، خصوصا لو كنت زي قبل ما ادخل ستيم، متعود على دروس وكل المواد والمدرسين يراجعوا وراك واهلك في البيت يقولوا لك سيب الموبايل وقوم ذاكر. لكن اول ما تبدأ تنظم يومك بنفسك وتعرف تمشي على نظام ثابت يناسبك، هتحس ان كل حاجة بقت اسهل، وانك بجد بقيت شخص ممكن يعتمد عليه، شخص عنده إرادة انه يمشي يومه زي ما هو عايز، مش زي ما الدنيا بتاجي معاه. انا شخصيا خلال السنة اللي عشتها دي في جملة حابب اقولها لك: تنظيم وقتك هو أول خطوة لتطوير نفسك ولتحقيق أهدافك.
ودي مش شعارات، دي حاجة انا فعلا جربتها بنفسي. فعلا صعب تطور من نفسك وصعب تلاقي نظام مذاكرة وتتعود وكل حاجة وانت مش منظم يومك ماشي ازاي. فالمهم بشكل عام اللي بيتخرج من ستيم غالبا بيكون متعود انه يعتمد دايما على نفسه وعنده قدرة يدير يومه بنفسه، وده بيسهل عليه الحياة في الجامعة بعد كده جدا. فبرغم من التحديات مدرسة ستيم فيها مميزات ضخمة، لو قدرت تستغلها صح هتفرق معاك في شخصيتك في مستواك في مستقبلك كله. وفي النهاية أي تحدي هتواجهه هناك لو تعاملت معاه بالشكل الصحيح هيتحول معاك من تحدي أو نقطة ضعف إلى نقطة قوة بتقوي مستواك وشخصيتك إن شاء الله. في الفيديو الجاي إن شاء الله هكلمكم عن أول مشروع عملته في المدرسة وإزاي بدأنا من فكرة بسيطة وقدرنا نعمل حاجة نفخر بيها. ما تنساش اللايك والاشتراك لو شايف إن الفيديو ده فرق معاك، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر ميزه نفسك تكون موجوده في مدرستك. بس الى هنا نكون وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى المقطع عجبكم وكان معك اخوك احمد محمود. اراك في مقاطع قادمه اخرى وبس. مع السلامه. بص يا عزيزي المتابع، المروحه مش شغاله. انا فطست على انا بموت، انا مت. فحط لايك حرام عليك والله، يعني بتعب في المحتوى.